أما بعد معاشر المؤمنين، أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. فما ظنك أخي المبارك بدعاء يدعو به جبريل عليه السلام ويؤمن عليه خليل رب العالمين؟ فيا أيها المؤمنون، هذا أوان التوبة والاستغفار والأوبة والانكسار. فمن لم يتب في شهر رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم يرجع عن الذنوب والخطايا في شهر الغفران فمتى يرجع ويؤوب؟ ومن لم يتعرض لنفحات أرحم الراحمين في شهر الرحمات فمتى يتعرض لذلك؟ روى الطبراني بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. قال ابن رجب رحمه الله: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. فهذه نفحات الرحمن قد تنزلت، وهذه نسمات الجنان قد هبت، وجدير بالعاقل أن يشمر ويشتهي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.